البت زمانها جاي. من نبع أحلام البسطاء صاغ الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد حكايته، واختار أبطالها من المناطق العشوائية. وقد ضلته في قرية صغيرة اسمها الديمومة. دي ليس لها مكان على الخريطة ولا تتبع أي محافظة، رغم إنها بتقع على حدود محافظة أسوان. قرية معزولة لا تعترف بها الحكومة ولا يريد أهلها الاختلاط. من هذا العالم الغرباء جدا قدم حكاية جديدة لوافد من الجنوب يحمل رصيد هائل من الآمال والأحلام، مشمرا عن ساعديه ليغزو مدينة الأحلام اللي هي العاصمة. لكنه مع كل خطوة بيتلقى صدمة وبيتعرض للضرب والإهانة بلا مبرر. هذا موجز قصة الفيلم فرحان ملازم آدم، والتي نسج تفاصيلها السيناريست الراحل محسن زايد. كانت أحد أحلامه السينمائية المؤجلة. الفيلم أول بطولة مطلقة للفنان الشاب فتحي عبد الوهاب، شاركته البطولة لبلبة وياسمين عبد العزيز وحسن حسني وسامي العدل وحداد عبد العظيم وأحمد عقل، وإخراج عمر عبد العزيز. سبق العرض خلاف امتد إلى بعض الصحف الفنية حول ترتيب أسماء الأبطال، حيث هددت الفنانة لبلبة باللجوء للقضاء تمسكا بحقها اللي نص عليه العقد، وهو أن يتصدر اسمها قائمة الأبطال. لكن المنتج مطيع زايد لجأ إلى حيلة تهرب بها من تنفيذ هذا الشرط، وظهرت أفيشات الفيلم في الشوارع بلا أبطال. اكتفى بوضع صور النجوم الثلاثة بلا أسماء، ونجح الفنان فتحي عبد الوهاب في أدائه لشخصية فرحان الشاب الصعيدي، واللي سبق إنه قدمها أكتر من مرة في العديد من الأعمال الدرامية للتلفزيون، وآخرها مسلسل الدم والنار اللي كتبه وحيد حامد. وشارك فتحي عبد الوهاب في بطولته مع معالي زايد وفاروق الفيشاوي، ولكن نجاح فتحي في أداء دوره بالمسلسل أحرقه في الفيلم. موهبة فتحي عبد الوهاب ولياقته كممثل لم تكن في حاجة لتأكيد كذلك إلى تأكيد شخصية فرحان بما تحمله من ملامح السذاجة والبراءة لم تضفي له شيئا في أول بطولة مطلقة. كنا ننتظر أن تحمل قدرا من المفاجأة والدهشة للجمهور، لكنها لم تخرج عن نمط الأدوار اللي سبق أنه لعبها باقتدار في التلفزيون، ولعل أدواره في أفلامه السابقة كشفت أبعادا وإمكانيات أكبر بكثير من أدائه لشخصية فرحان. أما الفنانة الكبيرة لبلبة فقد لمعت بأدائها الجريء الواعي لشخصية أم فطنة، واستطاعت بخبرتها وحسها الفني أن تجعل دورها بطولة حقيقية. جسدت مشاعر المرأة المحرومة التي تودع سن الشباب بأسلوب يعكس فهما عميقا للسيناريو، وأضافت كتير للشخصية بنظراتها وأدائها. وكان وجود ياسمين عبد العزيز في دور فطنة بمثابة النكهة الجميلة اللي بيضعها السيناريو لتضفي قدرا من البهجة والأمل وسط عالم مليء بالإحباطات والخوف والأسوأ. أما حسن حسني فمن الصعب الحديث عن أدائه اللي بيعجب كل من يتابع أدواره ونشاطه السينمائي والتلفزيوني. حسن حسني الشريك الأكثر تواجد في معظم الأفلام، قدم دور سيد المواطن اللي اكتسب خبرة من عمله في الشهر العقاري، يدعي انه يخدم بها اهالي المنطقة العشوائية اللي بيقيم فيها، ولا بتتيح له وسيلة بيملأ بيها اوقات فراغه الا اللجوء للشيشة والهروب من الواقع. الرأى الحب أنفاس أنفاس. يا سلام على الناي. ورغم كده جعل شخصية سيد مميزة، وكأنه الحكيم اللي بيقدم النصيحة لحجاج عبد العظيم اللي قدم دور عزوز الكهربائي ونجح في إشاعة البسمة.
وسط الجو المظلم اللي بتدور فيه أحداث الفيلم. وكان الفنان أحمد عوقل أحد مصادر الكوميديا، لكن لم يوظفه الفيلم بالصورة المثالية. أما المخرج السينمائي عمر عبد العزيز فقد استخدم كل إمكانياته في حدود ما أتاحه له السيناريو والإنتاج، وقدم رؤية سينمائية مغايرة وبعيدة عن مغازلة شباك التذاكر، ولا مبرر لتمسكه بأن يجعلها كوميديا شديدة السواد رغم بعض الجماليات التي أضفاها وجود لبلبة وياسمين عبد العزيز وحسن حسني وحجاج عبد العظيم، وبعض القفشات والتعليقات اللاذعة. لو انت فاكر عبد القادر هيعتقد حتى لو رحت اخر الدنيا. لا عبد القادر ولا الشياطين، قلت لك أنا ما أخافش من أي مخلوق. توقعنا أكتر من كده من المخرج عمر عبد العزيز اللي غاب عن الشاشة الفضية وعاد بفيلم يؤكد فيه ما كتبه في المقدمة من إنه كان يفكر في إهدائه للسيناريست الراحل محسن زايد، ولكنه وجد المؤلف هو الذي تركه كهدية أخيرة لجمهوره ومحبيه، أي أن المخرج حاول أن يوصل الأمانة كما هي دون تدخل عزف على وتر الغربة. عزفت الموسيقى التصويرية للفنان هاني مهنا على أوتار الشجن والغربة في أحداث الفيلم، واستعرض المصور السينمائي سمير فرج مهاراته كأحد نجوم الفيلم الحاضرين في كل صورة. فيلم فرحان ملازم آدم بيتناول قصة شاب بيحمل نفس الاسم وجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، اللي حصل على تصفيق خاص من جمهور النقاد بعد أدائه الأغنية بلهجة الصعيد وبموسيقى خافتة. بتدور الأحداث منذ البداية حول هذا الشاب فرحان اللي بمجرد نزوله من القطر بيتلقفه أحد الشباب ويحاول استغلاله، وبيوهمه بأنه سيوفر له مسكن خاص، بينما بيسعى لأن يجعله يدفع عنه الأجرة المتأخرة عليه مقابل أن يشاركه حجرة في إحدى المناطق العشوائية. بتبدأ معاناة فرحان حيث يسخر الجميع من اسمه الأول الذي لا يتناسب وقسوة الحياة. بيكتشف فرحان تدريجيا انه هجر قريته الديمومة بحثا عن حياة افضل في المدينة، لكنه بيتعرض لمشاكل سواء في عمله كمحصل في هيئة النقل العام او في مسكنه حيث بيعيش في حجرة وبيضطر الى ان ينتظر دوره في دخول الحمام. ورغم انه حريص على الالتزام بعادات وسلوكيات القرية اللي جه منها ولا يميل للاختلاط بالغرباء، إلا إنه بيجد نفسه متورط في علاقات منها تعلقه بالفتاة الشابة المكافحة فاطمة أو ياسمين عبد العزيز ابنة صاحبة المسكن، والتي تغدق عليه وتقرر أن تمنحه عقد إيجار في بادرة غير مسبوقة بعد ما لمسته من شهامته ورجولته في التصدي للمخبر اللي بيمارس البلطجة على أهل الحي اللي هو سامي العدل. بتتعلق فتنة بائعة الكشري بفرحان وبيبادلها الاهتمام والعاطفة رغم تحفظه ودهشته من جرأتها، ونلمح المعاناة اللي بتعيشها أم فتنة الفنانة لبلبة اللي دخل زوجها السجن منذ 10 سنوات وسابها هي وبنتها لينفذ عقوبة لإتجاره في المخدرات. إنه عالم عشوائي بيتأرجح بين الرذيلة والفضيلة والمشروع والممنوع، وتسعى أم فتنة لإقامة علاقة آثمة مع فرحان وتكاد ترغمه عليها وهو فاقد لوعيه. كذلك نجد زوجة سيد لا تقاوم كثيرا عندما يحاول معها عزوز الكهربائي، رغم أننا نشاهدها طوال الفيلم تدعي الفضيلة وتحاول التمسك بها. تنتهي الأحداث بعودة فرحان إلى الديمومة بعد أن صدم وفقد الكثير أثناء مغامرته للبحث عن فرصة أفضل في العاصمة. بيقول المخرج عبد العزيز إن الفيلم قد لا يعكس توقعات الكثيرين، لكنه فيلم له طبيعة خاصة وبيطرح معاناة شريحة كبيرة، وطبيعة السيناريو فرضت أسلوب معالجته وهي نوعية غابت كتير عن السينما المصرية وموجودة في العالم كله، وهي الكوميديا السوداء.
وقالت الفنانة لبلبة فيلم فرحان ملازم آدم أحد أفلام السيناريست الراحل محسن زايد، وسعدت جدا بترشحها للمشاركة فيه باعتبار الفيلم نوع من الاعتراف بفضل رجل أسرى السينما المصرية بالكثير من الأفلام المتميزة. وعن رأيها في عدم ذكر اسمها في مقدمة الفيلم قالت كان الاتفاق مع المنتج على كده، واشترطت أن يكون ده واضح في العقد، ولكنها فوجئت بالإعلانات من غير أسماء. وعندما سألته قال إن الفيلم عنوانه فرحان ملازم آدم والبطل رجل، ولابد أن يتصدر الأسماء، وخاصة إنها أول بطولة للفنان الشاب فتحي عبد الوهاب. ورغم تقديره لكل النجوم الشباب إلا أن رأيه هو الصدق والوضوح قبل بدء التصوير. وقال الفنان فتحي عبد الوهاب لم أقدم مفاجأة لجمهوري من خلال أول بطولة مطلقة، ولكن دور فرحان مناسب لي وللنوعية اللي بحبها، كما أن السيناريو شديد الرقة والصدق، والفيلم خروج عن المألوف، وهذه جرأة تحسب لأي شركة إنتاج تقدم على هذه النوعية في ظل منافسة مع أفلام كوميديا تحقق إيرادات مضمونة. وأكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها وجدت في شخصية فتنة تحديا لها كممثلة اعتاد الجمهور أن يشاهدها في أدوار الفتاة الشقية السارية، لذلك اجتهدت كتير في دراسة الشخصية.